رجعنا لكم مقطع جديد. المقطع شباب كيف تسوي الأمر القاتل في ماينكرافت والبونتين. طبعا هذا بس ماينكرافت والبونتين وما فوق، يعني التحديث الأسفل من الدفعة راح يشتغل عليه حتى ما تقدر تجيب كوماند بلوك منه. طبعا الأمر يجيب كوماند بلوك في الوصف، طبوا شيكوا عليه، روح من تجيبوا كوماند بلوك. حتى الأمر القاتل فاصل راح طلع قدامكم يا شباب، بس يعني تقدر تطلع كتابات ماينكرافت تعرفون شلون. فيلا يا شباب راح نطير. اوكي انا طبعا الامر القاتل موجود بالديسكريبشن، هم راح اسوي لكم هنا. اوف والله يا شباب متعود على النتر. اوكي يا شباب. اوف 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 اوف, أوف. والله يا شباب منظر كلش حلو. اوكي ما يهم يا شباب، المهم اسوي لكم الامر هذا. طبعا هذا الامر طبعا ماينكرافت بوينتين جانزل. اوكي الا اضرب المسبوع يلا اقدر اصعد. اوكي خليني بس اسوي هاي من هنا. اوكي يا شباب. اوكي هسه خليكم معليش، خلي اروح بعيد عنها اشوف اذا جدكم كوماند بلوك. طبعا هسه تقولي شنو هذا المعبد وليش انت قدامه؟ لا ما لقيته بالصدفه ولا شيء، انا اعرف السيد مالته، السيد هم بالديسكريبشن. طبوا تشيكوا عليه. اول ما طبعا ما راح تطلع بس تروح بجهه معينه. اول ما تطلع محل الريسبون مالتك شو راح تسوي؟ راح تلقى هيك على صوت هاي الجبال. بعدين يا شباب اسوي لكم شرح عن هذا المعبد والسيد مالته. ومو بس السيد معبد الاشباح يا شباب اعرفه، وكم سيد يعني هو تقريبا سيدات سيد الفلج، سيد هو يعني سيدات سجات تعلمها يا شباب. واوامر هم يا شباب عنده اوامر مقاتل، وحتى اوامر يسوي يعني كتاب على الشاشه. طبعا ما يعرف يطلع ما ادري ايش اسمه. اوكي يا شباب طبعا راح اسوي لكم كلها بالمستقبل يا شباب، بس انا لحد ما اشوف يعني ذاك الشيء تفاعل بالقناه، يعني مو تفاعل قوي، يعني مو ذاك التفاعل. اوكي يا شباب الامر هو يلا هسه اسوي لكم هنا نجي مكان فاروق. اوكي نعم اول شيء شوف تشوف لك بلوكتين وتخلي الكوماند بلوك ايش تكتب بيه. طبعا مثل ما قلت لكم اشتغل على ماينكرافت بوينتين وما فوق، تكتب كيل ات بي. اوكي لا ات زيرو. اوكي ات بي كيل ات بي. تجيب بس اي بلوك مثلا خلينا نجيب الجراس، اتوقع انه يشتغل على الجراس بشكل احسن. يا شباب اوكي طبعا اتأكد انك تاخذ الصندوق اللي اسمه تراب تشيست. لا تاخذ التشيست العادي ما راح يشتغل انك شرح هذا التشيست. اخذ تراب تشيست. طبعا شلون تفرق بيناتهم؟ ما بفرق اخرى هذه جبنا. اوكي طبعا هذا التشيست العادي شوفوا خليني ابينكم مثل ما شفنا شباب. هنا اكو اسود هذا ركزوا على هذا الابيض البي، هنا اكو اسود هنا شباب هنا اكو احمر. بهاي الطريقه تفرقون يعني عن هذا يا شباب. حتى لو تلبس فول دايموند، حتى لو يا شباب فول دايموند عادي ماكو مشكله بتموت يا شباب. حتى لو عندك بروتكشن اي في بروتكشن يعني اقوى شيء بروتكشن في شاربنس، حتى لو كل شيء حتى لو بروتكشن ما يهم تموت حتى لو اقوى دروع عندك. ننزح هاي اوكي نجي بعد الشست بليت والليجنز. لابس ليجنز انا متعود يا شباب على الليجنز والهرمنت، على الليجنز والشست بليت وهرمنت وبوز. ما ادري ايش عجبني، ممكن يعني اصور شوي متوتر. اوكي بس يا شباب شوفوا هسه راح يموت، فيلا حاول سرفايفل وارجع لكم. اوكي يا شباب مثل ما تشوفون يا شباب حاولت يعني السرفايفل. هسه يعني السرفايفل يعني اموت لو يعني دمج وما دمج بالجريت ما راح دمج. فيا شباب تلاحظ الشيء اخذته. شوفوا يا شباب موت ومرهم دروع القويه يعني جدا قويه ومتت. هذا في على صح تقدر تستخدم مثل قال لك وش خدك شو دروع مطوره يفتحها ويموت تاخذ خرافات الشرديه. صراحه شوف شيء جدا خرافي واسطوري. شو تقدر تسوي يا شباب تحت ماينكرافت من بوينتين وما فوق. يا شباب اتكلم سريعا شويه. اوكي يا شباب بس انا ندير اشياء من وراء هذا معبد الصحراء، من وراء هذا الجبل حتى معبد اشبح يا شباب. ندير ترى مو ابغاكم اعرف السيد مالته، ما السيد مالته ما اكتب لكم بالديسكريبشن صراحه. شي فخم معبد الاشباح، هذا مقطع كامل مخصص بس لمعبد الاشباح. نروح لحتى بالسرفايفل يا شباب راح يكون بالحصان راح يكون اسرع من المشي. الحصان يعني
شوي راح يكون اسهل من المشي على الفراغ حصيني. بالله يا شباب ضافوا عندنا هنا لامه. هم راح اراكم كل الاشياء الجديدة في ماينكرافت وين بوينتين. طبعا تقولي انا اقدر انزل ماينكرافت الجديدة هي وين بوينت، ما ادري كيف يا شباب ما منزل. انا شايف رقم، انا بس رقم هنا ما ركزت عليه. شفت قاعد باضافة ببلوكة الماجما والبون بماجما بلوك والبون بلوك والنذر وارت بلوك. طبعا نعرف النذر وارت والبون. البون هي العظام، النذر وارت هذا استخدم بالبوشنات تلقاه طبعا بقلعة النذر او تمبل النذر يا شباب. هي مو تمبل يعني قلعة النذر. طبعا نقدر ترسبن بيها هواي عندنا هنا، يعني ترسبن فيها يعني شو اسمهم دول الموبات هواي عندنا ترسبن فيها. نوعتهم هو البيج مان ترسبن لك في العالم العادي. طبعا شو ترسبن لك في العالم العادي؟ كنت 3 حالات ترسبن. اول شي ترسبن وحده، وثاني شي ترسبن بالليل، وترسبن بالنهار، وترسبن من خلال صاعقة. هسه الساعة شلون ترسبن من خلال صاعقة تطق في الجل وترسبن لك قروي. حتى البيج مان يمين يطق الصاعقة الخنزير ترسبن. فلا تربي خنازير اذا كان لك صاعقة، يعني حاول يعني إذا تربي بيج مان يعني هو راح يصير يعني بيج مان رجال يعني شوي يعني السيف وهو يحاربك. فلا ترجع سلك يا شباب. فلا تنسى لايك واشتراك وشير. وشكرا لكم استمر ومع السلامة.